ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون ونحن إن شاء الله بكم لاهقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله. بحق لا إله إلا الله اجعلنا من خواص أهل لا إله إلا الله، واشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الأرواح الباكية والإسلام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا به وهي بك مؤمنة، أدخل اللهم عليهم روحا منك سلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين المؤمنين، يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين. آنس الله وحشتكم وراغم غربتكم وكاتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم وجعلنا إياكم في مستقر رحمته. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم، يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم، يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. اللهم إنا وقفنا في مشهد وليك هذا ولنا حاجات يا الله، ولنا مطالب ولا مقصد ولنا آمل أمرناها، ونسألك اللهم تقدر لنا الحاجات وتعجلنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمال، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات، إنك على كل شيء قدير. فاتحة نسينا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وصحبه أجمعين، ثم إلى وكافته والمقدم أهل المعنى البقية أهل الزنب الفريق درج من أهل حضر كلهم أجمعين، خصوصا زين مولانا مهاجر الله من يساب الله من سيد أعظم في المقدم محمد بن علي بعلوي سنة علي بن الفقيه سنة ولي بن الفقيه إخوان جميع وصول وفرن سنة محمد مولى الدويلة سكوت في الخطاب حبيب عبد الرحمن سكاب الله أجمعين، وصول وفرن جميع سادتنا علي أبي علي كلهم أجمعين، جميع سادتنا الصوفيان وكان في مشارق الأرض المغرب بارها، ثم إلى وكافته والمقدم أهل البلاد أهل فرن مغنر السلام خصوصا صيب الحضر المقام ابن أحمد بن محمد الكاف وأولاده وذريته ومشايخه وأقرانه وكافة أولياء حسب الله تربى كل من الله تغشاهم برحمة رسول الجنة، إن الله يدعو علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم كراماتهم ونفعات في الدين والآخرة. ونسألك أن بكر هؤلاء الرجال أن تقدر لنا الحاجات في الدنيا والآخرة، هذه الدنيا بالميسر الآخر المغفرة، تغفر لنا ذنوبنا وتغفر لنا ويغفر لنا ذنوبنا، تبارك لنا في المال والعيال، جعل مفاتيح كل خير وكل شر، رزقنا التقوى والاستقامة، واختم لنا يا بني مسلم الخاتمة في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب من رحمتك يا أرحم الراحمين والراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. الله الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صل مختار طه الرسول. الله لنا بالقبول، يا ربي صل على المختار. ألا فينا باب مولانا طرحنا الحمول، راجينا منه المواهب والرضا والقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صل على المختار. يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول، واقبل دعانا فإننا تحت بابك نزول. الله الله يا الله يا ربي صل على المختار. نبغى كرما بها تزكو جميع العقول، نسلك على الصدق في سبل الرجال الفهول. الله الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صل على المختار.
ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صل على محمد طه رسول. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. تعينونا تغيثون بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يشاكم. وأهبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يشاكم. ولا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سعدنا إذ آتيناكم وفزنا حين زرناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم. الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفوة الله. السلام عليكم يا كرة عين رسول الله. السلام عليكم يا أهل معرفة بالله. السلام عليكم يا من له مقام عالي عند الله. السلام عليكم يا أهل الكرامة. السلام عليكم يا أهل الاستقامة. السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أولياء الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون ونحن إن شاء الله بكم لاهقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. من أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اجعلنا ووالدينا ومشايخنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وأصحابنا وأحبابنا وطلابنا وتلميذاتنا أهل مجالسنا ومن أحسن إلينا خاصة ومن حضر معنا ومن غاب عنا ومن أوصانا بدعاء وجعلنا إياهم أجمعين من خواص الأهل لا إله إلا الله واحشرنا إياهم من جمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين المؤمنين، يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين، آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم، يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم، يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. اللهم إنا وقفنا في مشاهد هؤلاء أوليائك ولنا حاجات يا الله، ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمل أملناها، ونسألك اللهم تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمال، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، إنك على كل شيء قدير. Udah Ikhwan, terduduk. Untuk bagian depan kalau bisa yang duduk para syiban, para habaib, para asatis yang muda duduk di depan, tidak apa-apa. Ikhwan yang lain selagi dalam masih kosong masuk, jangan di luar. الفاتحة وقراءة سورة ياسين، التسبيح والتحليل والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتيسر من دعاء والأذكار والأوراد. نهدي أن نقدم مثابة القراءة إلى روح سيدنا شفينا وسيلة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميع الأرواح كافة أولياء المقرب من مشارق الأرض إلى مغربها برها خصوصا سادة المقرب من أهل المعلاء والبقي وأهل زنبل الفريق أقدر أجمعين وإلى أرواح كافة المقرب من أهل هذه البلدة أهل فليمان دار السلام كلهم أجمعين، خصوصا سادتنا أولياء المقرب من أهل هذه التربة، حبيبنا الحبيب صاحب المقام أحمد بن حسن الحبشي، والحبيبنا عبد الرحمن محمد المنور، الحبيبنا عبد الله بن سالم الكابر أحمد بن الكابر، الحبيب علي بن أحمد بن وكافة أولياء وصفاتك أهل هذه التربة كلهم أجمعين. أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة، أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرماتهم ونفاتهم من الدنيا والآخرة، وإلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة وأماتنا وأماتكم المسلمين عامة، أن الله يغفر لهم ويرحم مسلمين برحمته، أن الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشارة والعفش والرضوان، واجعل يا ربنا قبورهم الجنة، وعلى النية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجتنا في الدنيا والآخرة، أن الله يبارك لنا في المال والعيال والذرية، أن الله يجمع لهم ظالم باطل ويرزقنا التقوى والاستقامة، ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير والعافية على هذه صالحة جالبة كل خير دافعة كل شر. نوينا من أبو أبا ونصرف نصب مثل هذه الزيارة، دخل نيته في نيتهم وعمل في عمل أخلاق من أخلاقهم الذين صالح جلب كل خير، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون،
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا هي وعلينا موت وعلينا بعض إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه
نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذ مجتمعنا هاهنا بسببهم أن الله القراء والدينا والمخاص وجميع أمواتنا وأموات المسلمين أما آثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع له بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما يشاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس روح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى العظام من عليها وأنت خير الوارثين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل تكبر ثواب مقرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما استغفر سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما استغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقبر المبارك وفي هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سر رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى الرسالة أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأزواج رسول الله طاهرة عمة المؤمنين سيدنا خديجة كبرى عائشة الرضا وخصوصنا فاطمة الزهراء حمزة العباس والحسن الحسين علي زين عبد محمد محمد باقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي رضا علي وريدي محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب سيدنا أحمد المهاجر الله أحمد بن عيسى عبيد الله سيدنا علي خلق قاسم سيدنا محمد صاحب المرباد وسيدنا أستاذ الأعظم سيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعالوي وأصولهم وفروعهم الحبيب علي عم الفقيه وسيدنا حبيب علي وغيره من الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاحب الدرك إمام محمد مولد دويلة سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام الشرف استجاب الحبيب عبد الرحمن استجاب محمد مولد دويلة الحبيب علي بن الغادي من الفقيه المقدم والحبيب ورسولنا الحبيب وانا حضار مش سكران الحبيب علي سكران الحبيب عبد الله بكر الشيخ بكر مسالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب عبد الرحمن الطوش يعني عبد الله بارس عبد الله حداد واصولهم وفروعهم
كتب شيخ بكر جيلاني، شيخ أحمد البداوي، شيخ أحمد الرفاعي، شيخ إبراهيم نسوكي، أبي حسن شذيري، شيخ محمد البوصيري صبر رحب بالشيخ سلطان، شيخ أحمد التجاني، شيخ سليمان الجزودي، حبيب عبد الله ندوس وأصولهم وفروعهم، وجد الله سقاب وأصولهم وفروعهم، من سقاب صافي حبيب حامد عمر حامد، والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى الأرش، الحبيب أحمد محمد مولى شيخ عبد العسني، والحبيب أحمد بن زين، الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه، أحمد بن محمد مسلمين، الحبيب حسن بن سراع البحر، الحبيب عبد الله بن فقيه، عبد الله بن حسين بن طاهر، والحبيب بكر بن الله العطوس وأصولهم وفروعهم، والحبيب علي بن سنة حبشير وأصولهم وفروعهم، والحبيب عبد الله، الحبيب محمد، الحبيب أحمد، الحبيب علي بن علي محمد بن حسين، الحبيب محمد بن هادي السقاب وأصولهم وفروعهم، والحبيب علي بن عبد الله شهاب أحمد محمد مخضار من تارم وأهلها من زنبل سادة علوين، والحبيب حامد بن الله الحداد وأخوان الحبيب حامد أصولهم وفروعهم، والحبيب عبد الله بن سالم الكاب أصولهم وفروعهم، والحبيب شهاب بن أحمد بن شهاب، الحبيب أحمد بن شهاب بن محمد بن شهاب بن شهاب بن عبد الله بن شهاب، والحبيب حامد عمر بن شهاب وأصولهم وفروعهم، وسن الحبيب صاحب الحبيب عبد الرحمن محمد نوار وأصولهم وفروعهم، الحبيب صاحب التر الحبيب قطب الحبيب أحمد بن حسن عبشي وأصولهم وفروعهم، وسن الحبيب عبد الرحمن الحبيب أحمد بن حمد الكاب وأصولهم وفروعهم، والحبيب علي بن حسين وأصولهم وفروعهم، وسن الحبيب أبو بكر الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن شهاب وأصولهم وفروعهم، الحبيب بكر بن أحمد بن شهاب وأصولهم وفروعهم، الحبيب علي بن محمد نوار وأصولهم وفروعهم، الحبيب علي بن شهاب السقاب وأصولهم وفروعهم، الحبيب شهاب صاحب صبر الفلان بن شعب الحامد من سابة سادة على مشارق الأرض لمغاربها في البر بحرها، والحسن الحبيب محمد فارد بن أحمد فارد بن محمد بن شعب بكر، والحبيب محمد بن أحمد بن حسن فدعك، وثم إلى اجتمعنا ها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحم رحمة والدينا والمخاص وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم، اجمعنا وإياهم المسلمين في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السر أسرار فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم اهدنا الفاتحة وسل الفاتحة وكلمة الفاتحة، يا فارج الهم يا كشف الغم يا من عباده يغفر الهم، يا دافع البلاء يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع من البلاء والوباء والولاء وشر الأعداء إنك لا تقدر يا رب بهم وبآلهم أجر بالنصر وبالفرج، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم، الحمد لله رب العالمين. Lembaran qasidah maklimna nggak? Lembaran qasidah ada situ. Tolong dibagi ya. Kita baca salawat dulu, setelah itu baca doanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم صلاة تعينني بها على بأداء ما علي حقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد الأنفاس المخلوقات
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود
اليهود المعتدين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين يا رب دمر اليهود الناكثين للعهود وارسل عذابا دائما على الطغاة الظالمين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سلكت به الظالمين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين بهم يا ربنا سلكت رد حقنا وما أضانا من بلاد يا مجيب السائلين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. Qabbalallahu minkum. Yang di dalam agak ngerapat, yang di dalam, yang di luar jatuh masuk. Kepala kasih ambalnya langsung digulung. Ambalnya digulung. Masuk ke dalam insyaallah. Di Gubah Munawar bisa juga. Coba ikhwan yang di pucuk mungkin ngerapat dikit. Naik ngajur. Yang sop 2 maju, yang sop 2 ngerapat, yang belakang masuk.
Masya Allah, tabarakallah. Ayo geser yang di belakang, maju ke depan. Ayo tegak, maju. Bismillah, serius. Ayo cepat geraknya cepat. Kesian yang di belakang, yang luar basah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la rabban siwahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham ka ilham malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahim. Fansurna 'alal qawmil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidz, ma'asyiral ikhwan, hadirin, zairin, dzakirin Allah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-29 daripada bulan Jumadil Akhir. Kita dikumpulkan Allah kembali dalam rangkaian rutinitas kita bulanan majlis zikir ziarah yang alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dengan berkah. Bahkan saat ini kita pun dapatkan cucuran rahmat hissi yang mudah-mudahan menunjukkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan, mulai dari majlis mungkin ba'dal asar, nanti kita lanjutkan ba'dal maghrib dengan zikir, dan lanjut lagi dengan ziarah para awliya salihin yang mudah-mudahan insyaallah taala dengan berkat ini ziarah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, menghilangkan segala kesusahan kita. Allah jaga, Allah lindungi keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang kita cintai, dan Allah jaga umat ini dari segala bentuk musibah, bala dan fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala mantapkan iman kita, keyakinan kita, dan dimantapkan jalan kaki kita di jalan yang mereka para salafun salihun insyaallah. Ikhwani rahimakumullah, kita pun bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam pertama daripada bulan Rajab yang merupakan salah satu malam yang penuh keberkahan, malam yang mustajab li doa, sebagaimana mungkin sudah sering kita dengar daripada asatidz. Begitu banyak hadis menjelaskan tentang kemuliaan malam ini. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khamsun layalin la tarudda fihinna du'a." Ada 5 malam dalam setahun yang tidak tertolak doa. Yang mana 5 malam ini 4-nya terulang hanya setahun sekali, yang 1 terulang setiap minggu sekali. Lailatul Aidain, malam 2 hari lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Ini malam yang mustajab doa. Kebanyakan kita repot ngurusi lebaran, lupa berdoa, lupa berzikir. Dan termasuk hari yang malam yang disunahkan kita hidupkan dengan zikir, dengan ibadah. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Lailatul Awal min Syahr Rajab, malam pertama daripada bulan Rajab. Wa Lailatul Nisf min Sya'ban, yang kita berharap ya Rabb mudah-mudahan juga dipertemukan Allah, yang disebut dalam Al-Quran dengan Lailatul Mubarakah. Dalam surah Ad-Dukhan Allah jelaskan tentang malam nisfu Sya'ban. Dan yang terakhir malam Jumat. Besok malam Jumat. Besok lusanya insyaAllah malam awal bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan hari-hari ini dengan banyak bermunajat, minta kepada Allah SWT. Antum bisa baca rotib, rotib haddad, rotib atas. Mungkin ada juga yang biasa baca rotib saman, silahkan. Idul Latib, baca doa-doa munajat apapun silahkan, termasuk yang tadi kita baca dari kitab ini. Tiga ziarah insyaAllah sudah cukup cakap dan indah kalau antum baca, karena di situ begitu banyak permintaan kita, bukan hanya untuk kita tapi untuk umat Rasulullah SAW. Ada qasidah mudhariyahnya juga, ada bermacam daripada tawassulan, termasuklah Asma'ullah al-Husna. Silakan kita minta kepada Allah pada malam pertama Rajab dan setiap hari kita beribadah kepada Allah SWT. Kita minta mudah-mudahan bulan Rajab menjadi bulan yang berkah, Sya'ban menjadi bulan yang berkah, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Mari kita perbanyak istighfar ikhwan pada bulan Rajab dan memperbanyak amal soleh lainnya termasuk puasa sunnah. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan nikmat seperti ini dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah, biasanya kita malam zikir ziarah ini ada pembacaan kitab. Tapi mengingat ada suatu dan lain hal, intinya tidak siap kami untuk mengupas kitab pada malam hari ini, maka alhamdulillah malam hari ini kita akan sama-sama mendengar tausiah, nasihat, pembekalan dari guru kita yang mungkin sudah agak lama kita belum dengar lagi nasihat dari beliau, guru kita Sayyid Al-Fadil Al-Habib Alwi Ibn Abi Bakar Al-Habsyi, fa'alaihi tafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghafirudz dzunub, satirul uyub, mufarrijil qulub, qadhi kulli matlub. Wa usalli wa usallim ala habibil mahbub, tabibil qulub, sayyidina wa habibana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala sahabatihi wa man ilaihil mansub. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pertama kita muliakan di sini para guru-guru kita, terutama pemimpin daripada ziarah ini, majelis ini, Al-Habib Syukri bin Ali bin Syahab, dan di sini juga pada banyak para habaib sesepuh-sepuh kita, ada di sini Hami Ali, Hami Ja'far, Hami Umar, Hami Syarah, Hami Ayub dan lain sebagainya. Kita doakan, dan di sini juga para asatid, para yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada mereka keberkahan. Allah berikan ke mereka kesehatan dan afiatan. Allah panjangkan umur-umur mereka, dan Allah selalu gampangkan semua urusannya, dan Allah jadikan mereka itu mid'atan lil mutamatti'i wa yakunu lirrubi wa ahliha unsun wa naf'un lit talibil muntafi. Fallahu yahfaduhum wa yukhlif minhum amsalahum fi hayyina wal marba'i. Begitupun juga para hadirin, para pecinta daripada ulama, para pecinta orang-orang yang soleh, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan rindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi sudah dilaksanakan daripada rangkaian ziarah, zikir bersama sehingga ziarah bersama, disertai insyaallah dengan hujan ini. Mudah-mudahan ini merupakan alamatul qabul, tanda diterimanya zikir dan ziarah kita kepada makam para aulia. Berziarah mengingat para aulia itu merupakan keutamaan yang sangat istimewa. Bahkan faedah tersebut terkadang tidak bisa kita dapatkan ketika kita masih hidup. Manfaatnya bisa terkadang kita dapat ketika kita meninggal. Bahkan sebagian itu diceritakan bahwasannya ketika ada seseorang hidup di zaman Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan beliau sering kontak sama Imam Al-Haddad, dan ketika beliau meninggal dan dimimpikan bahwasanya ada malaikat ketika ingin menanya sama beliau, seorang yang meninggal ini, satu sama lain daripada malaikat ini bilang, mau ditanya apa enggak nih? Mau ditanya atau jangan? Malaikat yang satunya melihat bahwasanya di samping jenazah tersebut, mayat tersebut ada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kan mau ditanya apa enggak? Enggak usah, sampingnya sudah Al-Habib Imam Haddad. Gara-gara itu maka orang mayit tersebut enggak ditanyakan karena dekatnya kepada orang ulama. Makanya kita zaman sekarang ini, terkhususnya zaman sekarang ini, perbanyaklah duduk sama orang-orang yang soleh, perbanyaklah duduk dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasanya paling banyak faedah tersebut adalah duduk mujalasah inda salihin. Duduknya kita sama orang-orang yang soleh. Kalau kita salah, maka kita dibenahi. Kalau kita lupa, maka kita pun diingatkan.
Kalau kita melaksanakan dosa maka mereka yatub alaina. Bahkan tidak sampai di dunia kata beliau. Bahkan fil akhirat nanti maka kita bakal dapatkan nanti ketika tiba-tiba di akhirat kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat banyak ketika ditanyakan dari mana ini? Amal siapa sedangkan ana tidak pernah beramal dengan amal tersebut. Kemudian dikatakan bahwasanya hadza fulan wali fulan syekhuka fulan amila hadza wa ataka hadza. Ini yang beramal ini adalah gurumu atau yang ngamalin ulama fulan dan itu menghadiahkan pahala tersebut kepada begitulah faedah daripada orang-orang duduk kepada orang-orang yang soleh. Hanya saja perlu i'tiqad, perlu keyakinan yang tinggi. Kalau kita mau ziarah, yakinan yang tinggi itu harus penting. Sebagaimana di kitab Nahu Imriti disebutkan bahwasanya suatu nazam idil fata ala hasbi i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Al-fata ini istilah Nahu, tapi ulama tasawuf ngomong apa? Idil fata, lafad fata itu i'rabnya tergantung keyakinan. Rofa'nya, nasabnya, khafadnya dibacanya fata terus. Seseorang itu fata, itu keyakinan orang itu tergantung dengan keyakinannya dia, maka dia akan terangkat. Kapan keyakinannya tinggi, insya Allah maka keyakinan tersebut akan mengangkat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man lam ya'taqid, siapa orang yang tidak ada keyakinan, lam yantafi, maka tidak bakal mendapatkan manfaat. Sebagaimana diceritakan, ada orang ziarah daripada 3 orang ziarah kepada makam aulia. Satu orang ini pengen hajatnya masing-masing, pengen mempunyai seorang anak. 3 orang. Satu keyakinannya kuat. Yang kedua keyakinan Banu Jardib, mau coba-coba, nyoba-nyoba. Ayo, ada keyakinan tapi apa? Tapi setengah. Satu lagi keyakinan, insya Allah lah coba-coba aja dah sedikit. Akhirnya 3 orang ini ziarah semua. Ziarah, kemudian nyebutkan hajatnya berwasilah haula'ir rijal. Kemudian apa? Satu sama lain yang yakin yang tinggi hasal mahasal. Dia mendapatkan apa yang telah dia mintakan. Yang kedua, yang setengah-setengah, maka ketika dia mendapatkan pengen punya anak, sempat dapat mengisi, akhirnya nggak jadi. Yang ketiga nggak dapat sama sekali. Makanya apa? Sesuatu itu perlu dengan keyakinan. Kapan keyakinan kita tinggi? Insya Allah almaru ala hasbi i'tiqadihi rufi. Seseorang itu tergantung apa yang keyakinan dia bakal diangkat. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan daripada keberkahan daripada aulia Allah, mendapatkan daripada sir mereka, dan mudah-mudahan kita bisa memegang apa yang telah dijalankan oleh mereka rijal. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi diingatkan, kita sudah berada di penghujung daripada bulan Jumadil Akhirah. Dan tak lagi sedengat lagi masuk bulan Rajab. Bulan Rajab bulan yang istimewa, yang Allah bedakan daripada sekian banyak bulan, 12 bulan, ada 4 bulan yang Allah bedakan. Inna iddata syuhurin Allahi 12 syahran fi kitab. Yawma khalaqas samawati wal ard. Bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut ada 12 bulan. Tapi dari 12 bulan tersebut Allah bedakan ada 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan Ashhuril Hurum. Bulan Islam, bukan bulan Arab, bulan Islam. Datang Islam bawa bulannya bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Islam. Kita harus hafal ini. Kalau tidak hafal masa mau hafal bulan Belanda, bulan Januari dan bulan ini. Harus perhatian sama bulan. Kenapa? Karena itu banyak berkaitan sama hukum.
Kita mau Ramadan harus tahu bulannya. Nah di sini ala kulihal dari 12 bulan ini Allah pisah ke 4 bulan. Yaitu bulan yang kita sering kenal nama Ashhurul Hurum. Yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Berderet berurutan. Kecuali sih kok agak jauh dikit yaitu bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini bulan istimewa. Bulan yang kita dianjurkan untuk menanti-nanti. Bahkan Jadduna Sayyidina Ali karramallahu wajha, beliau tidak mengkhususkan suatu malam untuk beribadah kecuali ada 5 malam. Yaitu salah satu daripada malam tersebut Lailatul Awwali min Rajab. Malam pertama daripada bulan Rajab khusus untuk ibadah. Kenapa? Karena tadi telah disampaikan, soalnya malam-malam ada yang 5 malam tersebut tidak bakal ditolak doa tersebut. Khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang mana doa tersebut tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza da'a syakhs, ketika seorang tersebut berdoa pada waktu tersebut, maka doanya bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada salah satunya itu adalah malam awal daripada bulan Rajab yang perlu kita amalkan. Kemudian apa istiqbalnya kita untuk di bulan Rajab ini? Selain kita mempersiapkan untuk menyiapkan doa kita di awal bulan Rajab tersebut, memperbanyak istighfar. Istighfar bukan khusus di bulan Rajab. Istighfar di kulli sa'a matlub. Istighfar itu setiap saat kita dianjurkan. Kenapa? Karena kita ini sekarangnya akhir zaman tidak lepas daripada maksiat. Tong Plembang mukanya lo lah maksiat kan, muka HP yang dibuka Quran lagi, tapi pas buka Quran ada iklannya. Kalau iklan yang bagus alhamdulillah, terkadang iklannya tidak benar. Buka Quran akhirnya salah jingok, bukan jingok Qurannya, yang dijingok iklannya. Makanya dalam akhir zaman ini jangan sampai lepas sama mau istighfar. Khususnya di bulan Rajab perbanyaklah istighfar, karena Rajab ini merupakan apa? Sebagaimana riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan Ar-Rajab syahrullah. Rajab ini merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kata ulama. Wa Sya'ban syahri. Sedangkan Sya'ban itu bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama ngomong perbanyaklah di situ salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru ummati. Dan Ramadan itu merupakan bulannya umatku. Makanya di situ apa? Dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa kita dianjurkan awal bulan Rajab ini memperbanyak istighfar? Awal isti'dad li Ramadan. Untuk persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Makanya Nabi ketika sudah masuk Ramadan siap-siap untuk menghadapi masuk bulan Rajab sudah siap-siap. Hampir berdoa Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab. Kapan Rajab berkah? Otomatis Sya'ban pun juga melok berkah. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang mendapatkan, menghidupkan di bulan Rajab, bisa menghidupkan bulan Rajab, maka Allah akan mudahkan dia untuk menghidupkan di bulan Sya'ban. Siapa yang bisa siapa yang memuliakan atau menghidupkan di bulan Sya'ban, maka Allah bakal mudahkan dia untuk menghidupkan daripada bulan Ramadan. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan? Bakhtu. Beruntung orang yang menghidupkan bulan Ramadan tersebut. Semua khair kulluhu buat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam tersebut malam Lailatul Qadar. Di malam tersebut ada dibebaskan daripada api neraka. Di malam tersebut diangkat semua amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika masuk bulan Sya'ban, Allah bangga ke sama malaikat. Wahai malaikat, tuh lihat umat anak tuh sudah melaksanakan puasa. Allah saksi ke bahwasanya anak telah mengampuni semua dosa-dosa. Untuk siapa itu? Untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga istighfar ini
melainkan kita dipinta fawaidnya juga banyak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Nuh, "Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi Nuh bilang, apa? Istaghfiru, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau bakal dapatkan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun. Ma'ana Rabb ya khairar Rabb. Kita bersama Allah sebaik-baiknya Tuhan. Kapan kita datang tulus benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kita. Bahkan disebutkan dalam hadis qudsi, ya bna Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai manusia, andai saja dosamu sampai setinggi sampai langit. Pernah kalau dicoba sama dia? Si A pernah, ini pernah, amal ini pernah, ini pernah. Namun orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, datang tulus kepada ya Allah, qad amilna kadza wa kadza. Kalau anak telah ngamalin ini, telah ngamalin ya Allah, sekarang sudah waktunya ya Allah, anak pengen kembali kepadamu ya Allah. Minta ampun ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Maka apa kata Allah ketika seorang hamba tersebut benar tulus datang kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dan dihapuskan dosanya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, ghafartu lak wala ubali. Maka aku bakal ampunkanmu, tak bakal dipeduli sebesar apapun dosa tersebut. Bahkan kita dilarang. Kakek tak diampuni. Kalau misalkan menyangko jelek sama Allah, dosa ini dibesarkan. Kakek tak diampuni. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni daripada semua dosa-dosa. Makanya dari bulan Rajab ini kita mulai. Biar apa? Dengan istighfar, biar apa? Bersihkan daripada kotoran dosa-dosa kita. Masuk bulan Sya'ban, perbanyak sholawat. Ketika hati apa? Sudah bersih dari dosa, perbanyak sholawat, maka hati itu bakal menjadi terang. Kapan hati itu terang? Masuk bulan Ramadan, lam yashba' min tilawatil Quran. Hati sudah terang bulan Sya'ban, bulan Ramadan, maka dia pasti tidak merasa apa? Tidak merasa cukup dalam membaca Al-Quran. Karena Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala beliau telah menyatakan tanda hati seorang itu bersih. Kalau kita pengen tahu hati kita ini bersih apa enggak, tengok Qurannya. Tanda bersihnya hati seseorang itu lam yashba' min tilawatil Quran. Tidak kenyang dia baca Quran, kurang terus. Enggak kayak kita. Kita ini baru selembar dua lembar udah ngantuk. Selembar dua lembar sudah ngantuk. Kadang lagi depan kita HP, sudah muka sen, ada yang ganggu ini. Ini Qurannya loh, lupa. Makanya harus waktu khusus untuk kita membaca daripada hal tersebut. Innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Faedah yang kedua, Allah bakal turunkan kesuburan, turunkan hujan. Allah turunkan, karena ketika hujan turun mau tidak mau tanah subur. Sungai musim mulai besar. Pagi tadi besar karena hujan kemarinnya apa? Panjang. Pagi semalam kencang, paginya sudah mulai tinggi. Kalau misalkan tidak hujan terus, lama-lama kering, susah kita makan nasi. Susah makan nasi. Tandus segala. Makanya ketika hujan paceklik, dia anjurkan sholat istisqa, banyak istighfar. Tapi kapan hujan sudah turun, maka tanaman bisa tumbuh subur, maka seluruhnya bakal kapan tanaman subur, seluruhnya pun makyat pun juga jadi melok subur. Apa? Yursil sama alaikum midrara wa yazidkum bil amwal wal banin. Bakal menambah daripada harta kita. Nah, ini obat buntu. Kapan kita buntu? Cak mana caranya? Banyak istighfar. Mungkin amal kita ini, dosa ini memang ada riwayat seorang itu tidaklah beramal suatu kesalahan kecuali Allah undur rezeki dia. Sampai dia beristighfar. Kapan dia beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala bakal lancarkan lagi daripada rezeki dia. Makanya ketika orang tersebut istighfar, Allah nyatakan, Allah yang ngomong wa yuzidkum fil amwal. Sama apa lagi? Banin, sama anak. Ini obat supaya boleh keturunan. Ini kejadian. Ada sahabat Muawiyah datang nak nanya ke Sayyidina Ali.
ke Sayyidina Ali atau Sayyidina Hasan lupa. Karena Sayyidina Hasan enggak usah. Sayyidina Hasan datang lewat ada perantara seseorang. Tolong tanya ke bagaimana biar bisa punya anak. Biar bisa punya anak. Kemudian lewat utusan tersebut sampailah tolong doakan ada amalan enggak biar bisa punya anak. Kata Sayyidina Hasan atau Sayyidina Ali, perbanyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Akhirnya disampaikan lah. Udah disampaikan baca istighfar terus, bukan sehari dua hari terus dia istighfar. Tahu-tahu punya anak. Tanya, dari mana amalan ini? Datang lagi, balik lagi. Dari mana amalan tersebut biar punya anak, biar dapat istighfar. Disebutkan kitab apa? Tarikh Khulafa, Imam Suyuti. Akhirnya apa? Dalam part tersebut tidak maca apa firman Allah. Allah menyebutkan dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yuzidkum fil amwal wal banin. Nambah ke harta dan nambah ke anak. Dan terusannya lagi faedahnya apa? Bakal menjadikan dia bakal mendapatkan surga dan berkat apa? Istighfar. Makanya kita perbanyaklah istighfar terlebih daripada menjelang sholat maghrib. Sebelum nak maghrib duduklah dulu istighfar 70, 100 kali. Makanya sebagian ada Siban pernah ketemu daripada ada almarhum juga sudah meninggal, katanya kami ini dulu nakal kata dia. Tapi kami mendapatkan zaman Habib Muallim Nang, Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Beliau selalu mengingatkan kami, jangan lupa sebelum maghrib banyak-banyak baca istighfar. Jangan lupa setiap sampai walaupun kami nakal waktu itu, tapi ingat sampai kami amalkan kata dia. Sampai ini kami tidak menjelang maghrib kecuali kami tutup daripada maghrib tersebut apa? Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ngampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Nabi kita tidak kurang dari 70, tidak kurang dari 100. Padahal tidak kati dosa. Tidak kati apa? Tidak kati kesalahan. Tapi apa? Tidak lain ngajar ke kita. Walaupun kita kati dosa, apalagi kita ada dosa, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, istighfar jangan buat kita Istighfar buat siapa? Buat daripada kedua wong dua kita. Istighfar buat siapa lagi? Wal mu'minina wal mu'minat. Allah nyebutkan di situ. Disuruh mendoakan sama-sama wong mukmin dalam surah Muhammad itu juga. Wastaghfir lidam bika waliman taba'aka minal mu'minin. Minta ampunlah untuk dirimu dan siapa yang mengikuti daripada orang-orang yang mukmin. Perintah doa, Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat. Terlebih dia tambah guru-gurunya, ditambah daripada saudaranya, santrinya, muridnya, ahli majelis ini, tambah didoakannya dia kalau sama dia. Oh Masya Allah, itu bakal mendapatkan keberkahan. Dan perbanyak juga puasa dianjurkan setiap saat, baik pun bulan Rejab ataupun bulan Rejab dianjurkan puasa. Tapi di bulan Ashhurul Hurum ini kita lebih ditingkatkan untuk meningkatkan puasa Ashhurul Hurum. Bahkan riwayat barang siapa yang puasa di hari Kamis, Jumat, Sabtu berurutan di Ashhurul Hurum, maka ba'adallahu bainahu bainan nar. Allah bakal jauh ke dia antara sama api neraka. Ayo Kamis, Jumat, Sabtu, Allah jauh ke dia antara dia sama api neraka. Bahkan sebagian riwayat Allah bakal kutibalahu sab'i mi'atin amin minal ibadah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat maka setiap harinya dia dicatatkan ibadah sebanyak apa? 900 tahun. Kali ke 3 hari. 900 kali 3 2007. Sebenarnya kata matematika ini. Berarti apa? Sama ibadah becak 2700 Siapa yang nak ibadah sama itu? Makanya siapa yang puasa di hari tersebut, maka dia mendapatkan hal tersebut khususan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh ibadah apapun kebaikan dianjur ke dalam tersebut. Dan terakhir di bulan ini pun juga Allah nunjukkan bahwasanya ulu maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab ini
Allah tunjukkan tingginya magam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa melampaui daripada bagi-bagi nabi yang lain. Yang mana nabi yang lain tidak mendapatkan magam tersebut kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi diangkat, maka apa? Nabi Muhammad adalah mislul mufradal alami. Seperti satu-satu orangnya apa? Sejagat raya ini. Kenapa? Karena diangkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa minta, ya Allah minta Nabi Allah Musa, tapi Allah beri ke. Tapi Nabi Muhammad tidak minta, tapi diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pun juga ada perintah khusus. Perintah khusus yang tanpa perantara malaikat wala ghairihi, yaitu perintah salat. Kenapa? Urusannya langsung sama Allah. Makanya kapan sudah urusannya langsung sama Allah, berat hukumannya kalau kita tinggalkan. Di akhir zaman ini banyak wong sudah meremehkan daripada salat lima waktu. Salat biasa be. Dia ketinggalan salat biasa, dak kata apa gaso nyesel. Apa bahkan kalau wong zaman dulu ketinggalan sholat berjamaah di takziah datang tinggal sholat berjamaah dak katik dilanggar, dak katik di musola, didatangi rumahnya, azamullah ajrak, laisal musabu laisal musabu, bukanlah wong yang kena musibah man faraqal ahbab, wong yang ditinggal oleh para kasihnya, walakinnal musabu man fatahu thawab, akan tetapi wong yang kena musibah itu wong yang ketinggalan kelewatan pahala. Ditakziah 3 hari. Karena tak salat berjamaah sekali. Kalau kita zaman sekarang ini waduh bingung kita. Langgar penuh. Oh Masya Allah itu berkah tuh turun. Nah inilah apa? Allah angkat bagom baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi itu magamnya paling mulia, otomatis umatnya pun juga menjadi umat yang paling mulia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah menjadikan kita juga sebagai umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita untuk memalukan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai teladani apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad kita jalankan, apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad kita laksanakan, sunnahnya kita hidupkan. Mudah-mudahan kita bersama nanti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma naqulu lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum sallallahu alaikum jazakumullahu khairal jazaa. Habibana Ustaz Alwi bin Bakar Al-Habsyi, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita bisa kita terapkan, bisa kita jalankan untuk memperbanyak amal soleh terutama istighfar dan puasa sunnah. Yang tadi disebutkan sunnah puasa 3 hari berturut-turut di setiap Asyhurul Hurum. Jadi ini bulan Rajab, Kamis, Jumat, Sabtu. Tentu di situ ada juga hari Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Nanti ketemu Ayyamul Bait, puasa juga Ayyamul Bait. Karena bulan Rajab ini Asyhurul Hurum, termasuk nanti bulan Sya'ban, kita sangat dianjurkan memperbanyak puasa sunnah. Nah, terutama lagi bagi yang punya hutang puasa. Ingatkan ibu kita, ingatkan bini kita, barangkali mereka hutang punya belum bayar. Nah, bini kita suruh puasa, kita melok sahur juga. Jadi buka bareng, sahur bareng. InsyaAllah mawaddah warahmanya nambah di rumah. Maidahnya juga nambah. InsyaAllah ta'ala. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah kita dipertemukan Allah lagi dalam zikir ziarah sebelum Ramadan. Mungkin ada satu kesempatan di bulan Rajab. Sekaligus mungkin kita akan melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembacaan qasidah karangan Habib Muhammad bin Husain bin Al-Ba'bud, Husain Ba'bud. Kitab yang berjudul I'tibar Lil Absar. InsyaAllah yang punya kitab itu disiapkan. Mungkin ya kita akan mulai kegiatan rangkaian itu di pertengahan Rajab InsyaAllah, atau di tanggal 20 Rajab sampai masuk seminggu di bulan Sya'ban. Nanti terjadwal seperti
tahun-tahun sebelumnya, insya Allah Ta'ala. Tapi ikhwan, kita tutup majlis kita dengan membaca qasidah Ya Allah lana bil qabul. Kalau memang hujan di luar sudah berhenti dan di dalam terlalu padat untuk bikin halaqah, bolehlah dibentangkan lagi ambal. Mungkin sebagian bisa makannya di luar kalau memang terlalu padat di dalam. Silakan ikhwan bikin halaqah sambil sembari kita baca qasidah Ya Allah lana bil qabul. Allahu Allahu Ya Allah lana bil qabul. Boleh sebagian pindah keluar yang di Al-Muhtar Tahar Rasul Allahu Allahu Ya Allah lana bil qabul. Ya Rabbi salli ala al-Muhtar ألا فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجين منه المواهب والرضا والقبول. يا فارد يا خير موتي هب لنا كل سول واحتم لنا منك بالحسنى نهار الكفول وهب لنا القرب من